لما حد يقولك نيرون، اول حاجة بتيجي في بالك ايه؟ الشخص اللي ولع في روما وقعد يعزف كمان ويتفرج عليها وهي بتولع، صح؟ تعال احكي لك حكاية واحد بدأ حياته طفل عادي وانتهى بانه اكتر الشخصيات مرعبة وغامضة في تاريخ البشرية. هنرجع بالتاريخ 2000 سنة لورا، ايام لما كانت الامبراطورية الرومانية الاقوى في التاريخ. سنة 37 ميلاديا اتولد نيرون. أم نيرون كانت ست اسمها أجريبينا، كانت واحدة من أخطر وأذكى ستات روما، وكانت عايزة ابنها يبقى إمبراطور بأي تمن. تعال أحكي لكم إزاي نيرون اتحول من شخص عادي لإمبراطور روما، مع إن هو ما كانش من العيلة الملكية ولا حاجة. القصة بدأت لما أم نيرون أجريبينا اتجوزت الإمبراطور كلوديوس، وطلبت منه بإلحاح شديد جدا إن هو يتبنى نيرون ابنها. بعدها الإمبراطور اتوفى. في ناس كتير بتقول ان هي سممته وكانت السبب في موته عشان تخلي ابنها يبقى الامبراطور مكانه، وبالفعل نيرون وهو عنده 16 سنة بقى الامبراطور بتاع روما. الغريبة ان اول 5 سنين من فترة حكم نيرون كانوا يعتبروا الافضل في الامبراطورية الرومانية. خفض الضرائب، ساعد الفقراء، وكان بيشجع الموسيقى والغنى. بس بعد كده الدنيا اتقلبت خالص. بدأ نيرون يشك في كل الناس اللي حواليه، واكتر واحدة كان بيشك فيها امه. ايوه، امه اللي وصلت له الحكم بقت هي مصدر ازعاجه وكانت مصدر شك. حاول يقتلها اكتر من مرة، وفي رواية بتقول انه خلاها تركب مركب هتتكسر وهي بيها في البحر، لكنها نجت. وبعد ما نجت بعت لها جنود عشان يقتلوها في المكان اللي هي فيه. ومن هنا بدأت شخصية نيرون المرعبة تظهر. مراته الأولى كان اسمها أوكتافيا، الشعب كان بيحبها جدا، لكن هو من غير أي سبب طلقها واتهمها بالخيانة من غير أي دليل وأعدمها، وعشان كده الناس بدأت تكرهه قوي. غريب جدا في شخصية نيرون، وهو نيرون الفنان، كان بيحب يغني ويمثل، بيجبر الجمهور والناس يتفرجوا عليه بالساعات، واي حد يهرب ياوله، لدرجة ان كان في ناس كتيرة بتتظاهر ان هم يغموا عليهم علشان يهربوا. ونيجي بقى للسؤال الاشهر على الاطلاق، هل نيرون هو فعلا اللي حرق روما؟ سنة 64 ميلاديا حصل الحريق الكبير جدا في روما واللي استمر 6 أيام. الناس كلها اتهمت نيرون بان هو اللي عمل كده، عشان كان عايز يبني مدينة كبيرة على الأرض روما. نيرون حب ينفي التهمة